بسم الله الرحمن الرحيم. متابعي ومشاهدي المصرية من كل مكان، اهلا بكم في فيديو جديد بخصوص تربية الغنم. النهارده ان شاء الله المعلومة اللي احنا هنقولها مهمة ليك كمربي غنم او مربي عجول. هتوفر عليك حاجات كتير او مشاكل كتير ممكن تقابلك اثناء التربية، وبرضك هتوفر عليك مصاريف ادوية ممكن تشتريها اثناء التربية. انت راجل بتربي غنم او بتربي عجول، عندك حته او اتنين او تلاته او 10، عندك مزرعه، بتربي في بيت، بتربي في السطح. المفروض الف ب يبقى عندك جهاز ترمومتر موجود داخل مزرعتك او موجود داخل المكان اللي انت بتربي فيه حاجتك. ديت بنسميها اسعافات اوليه لحد ما الدكتور يجي لنا ويبدا يشخص الحاله ويعالج المرض اللي عندنا. يبقى دلوقتي المفروض انت راجل مربي تبقى عارف درجة حرارة المستقيم بتبدأ من كام لكام، وتبقى عارف تقيسها ازاي، ويبقى موجود عندك جهاز ترمومتر داخل المزرعة. جهاز الترمومتر بيجي من الصيدلية البيطري او البشري، في ازاز رقمي وفي ديجيتال عداد بحجارة. يفضل تستخدم الرقمي اللي هو من غير حجارة عشان بيديك القراية 100%. مع الوقت ومع الشغل هتبدأ تستخدمه وتعرف المؤشر بتاعه بيشتغل ازاي. ولكن الديجيتال ساعات بيخرف وبيديك درجة فوق او درجة تحت، فبلاشه. فالافضل تجيب الازاز اللي هو الرقمي، شغال وفعال وبيدي نتيجة 100%. ما شاء الله تبارك الله. طب قيس درجة حرارة المستقيم ازاي؟ هتقيس عن طريق فتحة الشرج بالنسبة للنتاية او الذكر. بالنسبة للنتاية او الذكر هتقيس درجة حرارة المستقيم عن طريق فتحة الشرج اللي بيخرج منها الروح. ودرجة حرارة المستقيم الطبيعية بتبدأ من 38.3 درجة مئوية لحد 39.6 درجة مئوية. طب لو لقينا الحرارة فوق أو أقل يبقى كده أنا عندي عرض وهيبدأ بمرض، يبقى لازم أنا أتصل بالدكتور بتاعي يجي يشخص لي الحالة اللي عندي ونبدأ نعالج المرض اللي عندنا. يبقى الهدف من الفيديو بتاع النهارده انك كمربي تبقى عارف درجة حرارة المستقيم الطبيعية بتبدأ من كام لحد كام، وبقيسها ازاي وفين.